بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من مطبخ نادر سليمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم صنف جميل جدا جدا جدا، وهو القرصة المحوجة. القرصة المحوجة يعني الفياجرا الطبيعية. الفياجرا الطبيعية سميناها بالاسم ده لما تحتويه من طاقة عالية جدا للشباب من الجنسين طبعا، لأن هي فيها المقادير لما تشوفها معانا هتعرفوا قد إيه هي فيها طاقة عالية وفيها حديد وفيها يعني ما شاء الله مغذية جدا جدا، ويعتبر علاج مهم جدا للنحافة. زي ما حضراتكم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله. القرصة اهيت لا هي جامدة محجرة ولا هي طرية معجنة، بس الله هي جامدة ماسكة نفسها وفي نفس الوقت مفرولة وناعمة. ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. طبعا احنا هنعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، احنا متخصصين فيها يا جماعة، وبنعملها بطريقة انسوا اي طريقة عرفتوها قبل كده، علشان ان شاء الله الطريقة بتاعتنا ديت هي هتبقى الطريقة المعتادة معاكم في كل البيوت بإذن الله. يلا نبدأ مع بعض. المقادير بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم القرصة المحوجة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. احنا متخصصين فيها يا جماعة، وبنعملها بطريقة غير اي حد في الدنيا، يعني احنا طريقتنا ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. هنبدأ ان شاء الله مع بعض. الطريقة بتاعتنا زي ما انتم شايفين، الخامات بتاعتنا اهيت حوالي من 3 كيلو دقيق. احنا هنعمل 4 سجان طبعا عشان دي طلبية مطلوبة مننا يا جماعة، فعشان كده حابين نصورها معاكم. في 2 كيلو وربع سكر. في حوالي كيلو جوز هند خشن، مش ناعم، خشن يعني عامل زي الرز كده زي ما انتم شايفينه كده. وفي حوالي من ربع كيلو سمسم ابيض. وفي ربع كيلو محوجه. طبعا المحوجه اهم حاجه يكون شكلها كويس، في محوجه تبقى غامقه يبقى شكلها وحش، اهم حاجه تبقى فاتحه زي ما انتم شايفينها كده عشان تعطي العجين يبقى شكله حلو وما يبقاش مر. ومعانا حوالي نص كيلو عسل اسمر زي ما حضراتكم شايفينه كده. ومعانا حوالي ربع كيلو بندق مبشور، ده ان شاء الله اللي هيبقى على وش القرصه بتاعتنا لما تطلع في السجان باذن الله، على وش العجين يعني. ومعانا حوالي 2 كيلو وربع سمنه بلدي. السمنه دي بلدي صافيه يا جماعه، سمنه فلاحي زي ما انتم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا، هي دي المقادير بتاعتنا كلها قيمه غذائيه غير عاديه، يعني عشان كده اسمها احنا بنسميها الفياجرا الطبيعيه. وان شاء الله دي علاج للنحافه، لان لما تحتويه من طاقه عاليه جدا للشباب من الجنسين يعني. هنبدأ إن شاء الله مع بعض. هنجيب الأول السمنة بتاعتنا طبعا نحطها على النار تتقدح تتقدح، ودي سر نجاح القرصة، تتقدح مش تسخن، تبقى مقدوحة نار بتغلي. هنحطها الأول على النار إن شاء الله، أول حاجة هنعملها ودي من ضمن أساسيات نجاحها. وهنبدأ إن شاء الله نحط الخامات اللي هي الناشفة بتاعتنا. على كيلو جوز الهند الخشن أهو، طبعا دول 4 سجال مطلوبين مننا طلبية يا جماعة، حبينا نصورها معاكم عشان طبعا هي مهمة جدا يعني. وهنحط ربع كيلو سمسم. وهننزل بالاتنين كيلو وربع سكر بتاعنا. ومعانا الربع كيلو محوجة. وطبعا البندق بتاعنا يا جماعة هيبقى على وش زي ما قلنا. البندق مش هيتحط في العجين، هيبقى على وش العجين بعد ما يتحط في الصاج، وهنضغطه او بالمقطع باذن الله. هوريلكوا ازاي بعد ما نخلص. هنبدأ نحط التلاتة كيلو دقيق بتوعنا. طبعا الدقيق يكون طبعا منخول، ما يكونش فيه اي تكتل ولا فيه اي شيء، بحيث برضو ان تبقى يعني العجينة مظبوطة مبقاش فيها اي حاجة خشنة ولا حاجة. هنبدأ نقلب، اهم حاجة التقليبة دي. التقليبة دي كلها تتقلب كويس جدا 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 جدا، مبقاش فيه اي تكتل، مبقاش فيه اي حاجة، تبقى كلها حاجة واحدة. ده من نجاح القرصة، يعني دي الحاجات كل خطوة من دي بنجاح القرصة. هندعكها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. شوفوا حضراتكم انا بفركها ازاي، مفروكه فركه ولا يعني، بحيث ان تحس ان مفيش ان ده حاجه واحده، مش كذا حاجه مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده، بدأنا نفتح بس فتحه كده. والسمنه بقى اللي اتقرحت على النار اهم حاجه، دي من ضمن نجاح القرصه ان تكون بتغلي. شوفوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، السمنه بتغلي، شايفينها عامله ازاي. دي نجاح القرصه في السمنه. الخطوه دي مهمه جدا جدا لنجاح القرصه. شايفين بتعمل ازاي، مغلية بتغلي. طبعا مش هنقلب بايدينا، طبعا هنبدأ نقلب بكبشة او بمعلقة خشب لحد بس ما العجين بس يشرب السخونية بتاع السمنة. وان شاء الله هتبدأ تبرد، وهيبقى فيها نسبة سخونية ان شاء الله نتحملها بايدينا. عشان كده بس واحدة واحدة كده هنقلبها الاول زي ما انتم شايفين كده. قلبناها. وهنبدأ برضو بعد ما السمنة دابت في الخليط، هنبدأ احنا نفركها بإيدينا فركة كويسة وتتقلب كويس جدا. طبعا دي من ضمن نجاح التفريكة دي أو الفركة ديت أو الخلطة ديت، من ضمن النجاح إن احنا ندعكها كويس جدا. طبعا هي سخنة بس أنا متحمل سخونيتها طبعا. ودعكتها دعكة كويسة اهيت. هنبدأ ننزل بالعسل الأسمر اللي هو النص كيلو عسل، ده بيتحط في الآخر بعد السمنة بالتقليبة الكويسة اللي انتوا شايفينها دي. هنبدأ ننزل بالعسل
وهنبدأ برضو نقلب تقليبة كويسة جدا بحيث ان العسل يدخل في العجينة كلها، تبقى العجينة كلها قوام واحد يا جماعة. طبعا التقليب احنا بنعجنها طبعا دايما في المكنة على طول، بس عشان نوريها لحضراتكم حبيت ان انا اعجنها بايدي عشان تبقوا شايفينها زي ما انتوا شايفينها كده. لازم نفركها كويس ونعجنها كويس جدا بحيث ان تبقى كلها حاجة واحدة، العسل يختفي زي ما انت حضراتكم شفتوا كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده نجاح القرص يا جماعه، كل خلطه من ديت ودعكه من ديت ان شاء الله دي هتبقى نجاح من ضمن نجاح القرص. هنبدا ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده نفركها كده برضو. هنبدا نوزنها في الصاجان. الصاج بياخد 2 كيلو وربع يا جماعه من العجين، 2 كيلو وربع على الميزان قدامكم اهوت، 2 كيلو وربع. الصاج هيطلع معانا 4 صاجان واقفين منهم حوالي كيلو، هنحطه في صينيه لوحده، ما ينفعش نحط عليها عشان متبقاش تخينه. هي الميزان بتاعها الصاج 240 60 بياخد 2 كيلو وربع، 30 40 هياخد نص الكميه لو نص الصاج ده يعني. وحضرتك هنسيب المقادير طبعا كلها في مقادير الوصف يا جماعه، في مقادير الوصف يا جماعه، وان شاء الله لو في اي تعليق ولا حاجه هنرد عليه باذن الله. طبعا الشويه الزياده اللي هم جم كيلو دول لوحديهم هنبدا ان شاء الله نفرك زي ما انتم شايفين كده في كل صاج. طبعا عشان حطينا العسل بدا يعمل تكتلات هنبدا نفركه زي ما انتم شايفين كده الاول، وهنبدا نفرد الصاج بتاعنا بايدينا كده الاول، نفرده في الصاج. بعد ما نفركه لو في اي تكتل ولا حاجه من العسل طبعا لما اتحط، العسل طبعا بارد مع السمنه كانت سخنه ومسخنه فبدا يعمل اي تكتلات كده، هنبدا نفركها الاول كده ونبدا نفرد في الصاج بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. نفرد كويس جدا العجين في الصاج عشان يبقى مساوي، لان طبعا ما يبقاش حته عاليه وحته تخينه وحته رفيعه. هنبدا نفرده كويس جدا يبقى مساوي، مش هنبدا نبططها الا بعد ما يبقى مساوي. يعني لما نسوي الصاج كويس جدا زي كده بطراطيف صوابعنا كده، او يعني بصوابعنا بس هنبدا نسوي. المفروض طبعا احنا فاتتنا الحته في المونتاج يا جماعه، المفروض كنا حطينا رشه البندق، بس احنا هنحطها طبعا تاني وهتشوفوها. طيب هتشوفوها تاني ان شاء الله. ممكن على فكره ما تحطوش البندق، لو مش عايزه تحط بندق ما فيش مشكله، يعني مش اجباري، بس عشان هي مطلوبه بالبندق فعشان كده احنا حريصين نحط البندق عشان الطلب بس. لكن انت ممكن تعملها زي كده من غير بندق خالص، ما فيش اي مشاكل خالص، وناس كتير جدا بتحبها كده بسمسم بس. هنبدأ طبعا نساوي بالمقطع بتاعنا من الحروف كده بحيث ان يبقى برضو ايه القرصة وشكل الساق حلو. هنبدأ ناخد الحروف زي كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنبدأ نسحب بالمقطع زي كده عشان الحتة التخينة، يعني ناخد من التخين لرفيع بحيث ان يبقى شكل الساق بتاعنا شكله حلو ومضغوط. احنا بنضغط وبنسحب زي ما حضراتكم شايفين كده، بنضغط وبناخد الصاج من كل الأطراف زي ما حضراتكم شايفين مع ضغطة بسيطة زي كده بحيث ان يبقى مضغوطة، وفي نفس الوقت ما تبقاش حاجة هيشة كده او سايبة، لان طبعا انت عارفين هتبقى مفرولة لما بتضغط تبقى ماسكة بعضها. زي ما حضراتكم شايفين كده خدت الصاج من كل اتجاهاته ومشيت فيه بالنص، اي حتة تخينة بتيجي في الرفيعة تبقى كلها مسوية. اهم حاجة الصاج يتسوى مظبوط. طبعا انا كنت نسيت احط، المفروض كان البندق يتحط قبل ما بطط، بس طبعا هي دي عدتنا في المونتاج احنا اسفين جدا. هنبدأ برضه نحط البندق، هنبدأ برضه امشي عليه اضغطه بالمقطع بحيث ان هو يمسك في العجين بتاعنا. طبعا ال4 صاجين هيبقى بالبندق زي كده زي ما حضراتكم شفتوا، حطينا ال4 صاجين اهمت وبدأنا وضغطتهم بالمقطع وماسكين نفسهم، وما شاء الله شكل العجينة ولا أروع من كده زي ما انتم شايفين. وده بس الصاج اللي عشان حطيت البندق في الآخر، المفروض كنت أحطه قبل ما أبطط، سامحونا على السهوة دي يعني. زي ما حضراتكم شايفين اهيت ما شاء الله القرصة شكلها ولا أروع من كده. هنبدأ ندخلها الفرن إن شاء الله على درجة حرارة زي البسكوت، ممكن 155 أو 160، هتاخد حوالي من نص ساعة. وخلي بالكم يا جماعة لو خدت زيادة عن كده أو الفرن يكون عالي ولا حاجة ممكن يخليها تغمق ويبقى تبقى مرة وتبقى يعني هتيجي بطريقة سلبية. لازم انت تتابعوها في الفرن، هي بتاخد لها حوالي 155 حرارة، بتاخد حوالي نص ساعة بالظبط وبتطلع بيبقى شكلها مستوي، لأن هي السوا فيها إن السمنة تنشف فيها زي ما حضراتكم شايفينها كده. ما شاء الله شكلها جميل مستوية. هنبدأ وهي طالعة سخنة من الفرن هنبدأ نقطعها على طول يا جماعة، وهي طالعة من الفرن مباشر قبل ما تشد، عشان لو شدت ما عادش هتنفع تتقطع. زي ما حضراتكم شايفينها كده على طول وهي طالعة من الفرن قبل ما تشد. هنبدأ إن احنا نقطعها مربعات علشان برضو لأن هي لو نشفت مننا ما عدناش هنعرف نقطعها، طبعا هتبقى نشفت هتتكسر وهتتبهدل ويبقى شكلها مش حلو خالص. لكن هو لسه طالعة زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبدأ نقطعها مربعات زي ما انتم شايفين اهي. قطعنا ال4 سجان هم طالعين 10 دقايق ربع ساعة هتشد هتبقى زي الفل. وهنبدأ على طول إن احنا هنوريها لكم برضو بعد ما بردت شوية هنبدأ نوريها لحضراتكم زي ما انتم شايفين اهيت. ما شاء الله شكلها جميل جدا ولا أروع من كده، أرضيتها وما شاء الله جميلة ما فيش فيها أي مرارة. اهم حاجه يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك واللايك والشير عشان القناه تكبر بيكم باذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.